تمام. مسلسل ذا بينجوين مسلسل جديد على منصة HBO ماكس، 8 حلقات، تصنيفه العمري TVMA، غير صالح للمشاهدة العائلية، من بطولة كولين فارل وكريستين ميليوتي، وصناع المسلسل هم لورين لوفرانك ومات ريفز. مات ريفز هنا هو المنتج التنفيذي اللي أخرج فيلم ذا باتمان، وكان منتج تنفيذي برضه في مسلسل باتمان كيب كروسيدر اللي كان مسلسل حلو قوي، كنت عامل له ريفيو برضه، هسيبه لكم في الاي اللي فوق. ذا بينجوين مسلسل عظيم جدا يا جماعة، ما كنتش متوقع انه هيطلع بالشكل ده. مسلسل جريمة، عصابات، مافيا ايطاليه، حاجه كده زي سوبرانوس وجاد فاذر وافلام مارتن سكورسيزي، ولكن في اجواء ذا باتمان، اجواء مدينه جوثام. واللي يقرا كوميكس دي سي ويعرف الصوره السوداويه بتاعه امريكا في فتره الثلاثينات والاربعينات والكساد العظيم والفساد وانتشار الجريمه واجواء العم سام دي، هيعرف ان جوثام هي انسب مكان تحكي فيه قصص الفساد وعصابات ومافيا ايطاليه وجريمه. وعشان كده انا بعشق فيلم ذا باتمان. ومسلسل ذا بينجوين ما تقدرش تحطه في خانه افلام السوبر هيرو، ده مسلسل بينافس اعظم مسلسلات المافيا والعصابات من غير مبالغه. التركيبه ممتازه، دمج الجونرا بتاعه السوبر هيرو مع الجونرا بتاعه المافيا الايطاليه، فكره مبهره. صاحبه الفكره دي هي لورين لوفرانك بالمناسبه، وطبعا ده كله تحت اشراف مات ريفز اللي شايفه اكتر واحد فاهم دي سي، اكتر واحد فاهم جمهور دي سي، واكتر واحد فاهم باتمان، واكتر واحد اتعلم من الاخطاء اللي دي سي عملتها في جاستس ليج والعالم السينمائي وبين افليك والهري ده. خلونا نعمل ريكاب سريع للحلقه الاولى. طبعا هيكون في وحرق كمان لفيلم ذا باتمان، فلو ما شفتهمش روح شوفهم من الاول وبعدين كمل الفيديو. الحلقه الاولى بعنوان افتر اورز، بعد ساعات من الهجوم الارهابي اللي ريدلر تسبب فيه وفجر نقاط عديده في كوبري جوثام الرئيسي. المدينه غرقانه تحت الميه، اكتر ناس متضرره هم الناس الفقيره. باتمان بيحاول ينقذ ما يمكن انقاذه من ارواح. كارماين فالكوني بيموت، بيسيب امبراطوريه ضخمه من بعده، مما يجعل اطماع المنافسين اكبر واشد. اصبح في باور فاكيوم او فجوه في السلطه، كل واحد عاوز يوصل للقمه، كل واحد عايز ياخد حته من التورته. وده اللي كات وومن حذرتنا منه في نهايه فيلم ذا باتمان، لما راحت له قالت له الوضع هيبقى مفترس قوي، هتبقى غابه حرفيا، الوضع هيبقى دموي. وفعلا ما غلطتش، كان عندها حق. بنشوف فعلا في بدايه الحلقه الاولى اوزولد كوب بيقف في نفس المكان اللي كارماين فالكوني كان بيقف فيه، مشهد بيعبر عن قد ايه بعد ما راس الكبيره بتموت الاطماع بتزيد، كل واحد عاوز يقعد على الكرسي، لدرجه ان البرتو ابن كارماين فالكوني اللي هو المفروض يكون ولي العهد للامبراطوريه اللي سابها، لما بيهين اوزولد وبيسخر من طموحاته واحلامه وبيقول له انت ولا حاجه، اوزولد في لحظه غضب بيقتله. بنفهم من خلال الحلقه دي دوافع شخصيه اوزولد، بنتعرف عليه اكتر، بنتعمق في شخصيته، وده بيخلينا نتعاطف معاه هو، لان الاحداث بتدور من منظور مختلف تماما عن منظور ذا باتمان في الجزء الاول. ذا باتمان كان بينظر من الاعلى، بيشوف مدينه جوثام تحت، بينما اوزولد تحت في الشوارع بينظر للاعلى، بيتطلع الى صعود القمه. اوزولد عاوز الاحترام، عاوز يبقى الكينج بن بتاع مدينه جوثام. This city is mine، او المدينه دي بتاعتي، ملكي، عاوز يتحكم فيها، عاوز يبقى هو الراس الكبيره. كولين فارل عامل اداء مش طبيعي في الشخصيه دي، غرقان في الشخصيه، الميك اب مش طبيعي، مشيته زي البطريق بالظبط فعلا. طريقه كلامه الايطاليانز وهم بيحركوا ايديهم في وسط الكلام كده، ما بيتكلمش كتير ولكن تقدر تفهم من تعبيرات وشه ودوافعه ايه، طموحاته ايه، بيفكر ازاي، بيخطط لايه. اداؤه عظيم جدا لدرجه انك والاول مره بتتعاطف معاه، برغم ان اولا انت ما كنتش متعاطف معاه في فيلم ذا باتمان لان القصه ما كانتش بتدور من منظوره، وثانيا دي اكتر شخصيه صعب جدا تتعاطف معاها لان اوزولد مليان غدر وقله سلكان ووساخه، طبعه وسخ وطماع وما عندوش اي دم. ولكن زي والتر وايت في مسلسل بريكنج باد، انت بتتعاطف مع اوزولد، بتحط نفسك مكانه، عاوزه ينجح في ايا كانت الخطط اللي بيحطها، بتحبه، عاوزه يكون البطل، عاوزه يكون محور الاحداث. ولما بيتحط في خطر مستوى الترقب عندك بيعلى، وبتقلق على الشخصيه دي وبتبقى عاوزه يطلع من الخطر ده. كمان بنشوف مشهد من اعظم المشاهد في الحلقه، وهو مشهد حواري بينه وبين والدته، مشهد مظلم جدا. طبعا هي عندها ديمنشيا او خرف، الست مش في وعيها، هو مسؤول عنها، بيحبها. اوزولد عنده عائله، وطبعا بالنسبه للايطاليانز كلنا عارفين كلمه عائله دي بتمثل بالنسبه لهم ايه. مشهد بيوريك جانب انساني جدا في شخصيه اوزولد وبيحببك فيه اكتر، بيحسسك انه اندر دوج، ضحيه، كل الباقيين مفترسين اشرار وحشين، هو اللي الدنيا جايه عليه قوي، هو اللي يستحق المنصب اللي هو عاوزه. وده لانه واحد جابها من تحت قوي، نشأ في حي فقير في جوثام، واحده واحده بيحاول يطلع للقمه، فبتتعاطف معاه حتى لو بيستخدم طرق خبيثه وقذره. عمق مش طبيعي في الشخصيه دي، وعمق في الاحداث. ومن الحلقه الاولى بس بجد صناع المسلسل حاطين كميه طبقات في الحبكه، مش عارف بصراحه عملوا ده ازاي. طبعا الحلقه الاولى كلها عباره عن محاوله اوزولد في اخفاء جثه البرتو، فمن هنا بنشوف علاقه بتنشأ بين اوزولد وفيكتور، الولد اللي كان بيحاول يسرق
بعربيته المازيراتي البنفسجيه دي، ولكنه بيخليه دراعه اليمين، بيخليه مخلص ليه، بيساعده في اخفاء جثه البرتو، ولكنه هيساعده بعد كده في الخطط اللي راسمها قدام في الحلقات الجايه. مشهد اوزولد وهو بيفكر يقتل فيكتور ولكن بيفكر تاني وبيقرر يسيبه عايش عشان جايز ينفعه ويستفيد منه بعد كده. مشهد مارتن سكورسيزاوي قوي، واضح ان لورين لفرانك متاثره جدا بافلامه وافلام المافيا والعصابات. مسلسل مليان باور، مليان فايلنس، في صراع على السلطه، بنشوف مشاهد حواريه بين اوزولد والناس اللي شغالين مع كارمين فالكوني. يبدو ان في اختلاف في وجهات النظر عن كيفيه اداره البيزنس بعد موته، ولكن بنتفاجئ بشخصيه صوفيا بنت كارمين فالكوني اللي طلعت من مستشفى اركم، كان عندها تاريخ طويل من الامراض النفسيه، ولكنها بتطلع بتتكلم مع اوزولد، بتساله عن مكان اخوها البرتو، بيكذب عليها بيقول لها معرفش، ولكنها بتشك فيه. اوزولد وهو بيكذب على صوفيا بجد اداء خرافي من كولين فارل برضه. هو مش بس بيحاول يقنعها، ده بيحاول يقنعك انت كمشاهد، انت عارف ان هو اللي قتل البرتو، ولكن بيكذب الكذبه وبيصدقها وبيقعد يزيد فيها. حاجه زي كده ما شفتهاش غير في والتر وايت وسول جودمان. مش بس كده، انت كمان بتلاقي نفسك بتتعاطف مع شخصيه صوفيا، لان اوزولد يعتبر هو اللي جاي عليها، هو اللي قتل اخوها وعايز يقعد مكان ابوها، فالمفروض تتعاطف معاها هي، ولكن المسلسل مخليها طبعا هي الفيلن وبتتعاطف انت مع اوزولد. حاجه تخليك تفكر لو باتمان دخل معانا على الخط وحارب اوزولد، انت حرفيا هتبقى مش قادر تحدد المفروض تتعاطف مع مين. كميه الطبقات دي والعمق ده في المسلسل والفيلم والشخصيات والاحداث، حرفيا تقدر تقول ان وينتر از كامينج. طبعا في كام مشهد حواري اضافيين، عندنا مشهد بين اوزولد وسال اللي بيزوروا في السجن، اللي برضه مشهد مليان عبقريه، لان سال كاره اوزولد، كاره شكله، كاره قد ايه هو تخين وطماع وشره ومش طايق يشوف وشه. كمان في مشهد بين اوزولد وصوفيا في المطعم، بنلاحظ ان صوفيا بتحتوي قوي اوزولد ومش بتكرهه او بتنبذه، لان هي كمان اتعرضت للكره والنبذ في حياتها وجالها امراض نفسيه بسبب معامله الناس ليها في الوسط بتاع المافيا، وخاصه مع كارمين فالكوني، فقط بسبب انها امراه. وبتنتهي الحلقه بخطه عبقريه بيقوم بتنفيذها فيكتور. صوفيا بتشك في اوزولد ان هو اللي عارف مكان البرتو فين، فيكتور بيبعت لها عربيه، بتفتح الشنطه بتلاقي جثه البرتو، صوفيا بتصرخ واوزولد بينتصر. حلقه اولى في قمه الابداع. مسلسل طبعا لا يقارن باجاثا اولا لونج بتاع مارفل اللي بيتعرض دلوقتي، وبينافس مسلسلات حرفيا في التوب، وكل ده من الحلقه الاولى بس، ما بالك الحلقات الجايه هيبقى عامل ازاي. اتمنى طبعا يكون في تصاعد مش نزول في المستوى. ترقبي للحلقات الجايه في السقف، وطبعا عندي ترقب اكبر لفيلم ذا باتمان الجزء الثاني اللي هينزل اكتوبر 2026. الحلقه الاولى من مسلسل ذا بينجوين تقييمي ليها 9.5 من 10. وبس كده، لايك وشير وسبسكرايب وقولي رايك في الكومنتات، وندخل على اللي بعده.